الدف، وهذه الطارفة التي نعتبرها طارفة الناس كلهم، والولد ولد الناس كلهم، ويجب على الناس أن يتكلموا هذا الأيام. ما عاد يقدروش الناس أنهم يبرزوا. أنا قلت لأصحابنا وتواصلت بعم يسعد، وتواصلنا بوزير الداخلية، وتواصلنا بمدير الأمن، مدير البحث، بالناس كلهم يتابعنا السيارة، تابعنا على أساس أن نوصل إلى جولة الحسيني، وقلنا له كم من المفروض أن احنا نجتمع وحدنا بدون إعلاء وبدون تلفونات وبدون كاميرات، على أساس نتوالى في دعاية شرف ودعاية خرج النساطري. احنا سمعنا منه اللي قد حكى، يعني وقعت أحكام وخرجوا الناس بأحكام ووصلوا الناس إلى ما وصلوا الآن. هذه جريمة كبيرة. أولاً أنه اعتدى على ساحتنا، وثانياً أنه اعتدى على حرمة طفل، حتى ولو به عندنا رجال يقتل رجال ما يقتل شجال، لكن اعتدى على أن زعزع من استقرار المنطقة والمحافظة، وإذا ما هي في أمنها واستقرارها يحسن من أي محافظة. وهذا بالنسبة لها تعتبر ملامة في وجه الأمن ضبط الجناح، وهذا احنا عن شارع وضبط الجناح وإيصالهم السجن ويخرجوا بأحكام مثل ما خرجوا أصحابنا. احنا أمام خيارين اثنين، هذا عندكم يا مشايخ عنس، احنا أمام خيارين اثنين. الخيار الأول إما وشريعة والناس كلهم يفعلوا جهدهم، وما وصل الواحد وصل، ولو الشريعة نفعت ما تقعدت له ذلك. ولا والموضوع الثاني وقضية قبلية، ونحمل الناس عيب الساحة وعيب الطف وعيب الكذا، وقد ما عذر ما يلفانا سبب في القضية السابقة، ولو برعتنا الأحكام. إن على أساس إن إحنا نتخابر ونكون ماشيين نخرج واحدة من الثنتين، إن إحنا نشتي دولة ونشتي نتابع الدولة ونشارع. إحنا حننزل بكل ما أوتينا من قوة، إحنا ومشايخ عنس والناس كلهم، ونضغط على الدولة لإيصال القتلة والجنة للحبس، وعلى أساس يخرجوا بشي ولا ماشي. والموضوع الثاني لم يلو زرينا على المشايخ والوجاهة ذيهنا وذيهنا علاقاتنا واتصالاتنا وجواب من مشايخ عنس، وعلى أساس أنهم يردوا الوجه في الأمر يصلح ويحضر يشل ويحط على صاحبه في الأولى والآخرة، ويخرجوا الناس بموقف مشرف. والرأي لكم ولك أنت يا عم مسعد في المقدمة، جاوب على الناس. أنا تكلمت باسم مشايخ عنس وسلامتكم، ولا شيء قاصر وفوق المشايخ.